الحاجه التانية البريسيت. مم. انا كنت بلاقي فيه بريسيت بيبقى جاهز، مهم. وببتدي ان انا مثلا اغني عليه على طول. اول طريقه ده ضياع. غلط؟ طبعا. تمام. يعني هتلاقي نفسك لما تتعلم وتعمل لنفسك الضبطه بتاعت صوتك انت، تطلع لك نتائج احسن كتير من اي بريسيت. حتى لو كان هنت، يعني مثلا لو انا اخدته على انه هنت بص، كلايف. البريسيت ما تبقاش مفيده غير لما يكون مكتوب عليها غرض. يعني انت ممكن تتعلم من البريسيت، مثلا فتحت اي كيو ففي بريسيت مكتوب عليها ريموف فوكال مود، شيل المد من الفوكال الطينه. امم. ففتحتها لقيت الصوت فعلا حلو ونضف، ومتاكد ان هو فعلا حلو ونضف. بص شوف ايه التردد ده، نقصوه قد ايه بتاع. ممكن امم. بعد كده ما تستخدمش الكيو ده، تنقص انت نفس التردد ده، فاهم؟ طالما سمعت نفس المشكله. البريسيت مفيده في الحته دي، بس مثلا فوكال شيمر، خلي الفوكال ينور، حطيتها ولقيته نور والسينات ما بقتش بتضرب، مفيده. لكن كيو فوكال بريسيت يعني ايه؟ على صوت مين؟ امم. مين اللي قرر ان الحته دي اللي تنقص؟ مين اللي قرر ان دي اللي تزيد؟ فاهم؟ هي بتبقى حاجات موجوده بس عشان خاطر واحنا بنبيع البلجن، فاهم؟ نقول لك في 200 بريسيت من 50 مهندس صوت محترف، وده الله حكايه. يعني لو امم. حد هيستخدمهم عشان خاطر يتعلم زي ما قلت لك، فاهم؟ او هو محترف، فلما هيفتح البريسيت هيقدر يعرف اه لا 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 لا، اقفل ده واقفل ده بس كده حلو. لكن امم. حد لسه ما عندوش في ودنه القدره السمعيه او المخزون السمعي اللي يخليه يحكم على البريسيت ديت صلحت ايه وبوظت ايه، هتبقى بتضره جدا. حتى لو كانت هنت، يعني مثلا هنت اسجل بيه لايف انا ما وبعد اعرفش احكم على كده. حاجه مش سامعها. اه تمام، ايوه فهمت قصد حضرتك. يعني انا تبعت لي قبل وبعد البريسيت اقول لك حلو واقول لك وحش. هو الغريب ان هو بيودي الفوكال في حتة تانية، مع ان هو ما زي ما هو حضرتك هو قلت ممكن يكون كده سبحان الله. بالنسبه لك، لانه عاملين البريسيت ان هي بتعلي الصوت، اه هي يعني مش معموله كومبنسيتد. يعتبر بتعلي الصوت وبتظبط الاوتوتيون فهتبقى بالنسبه لك تمام جميل. مم. اوكي. ملخصنا في الاول وفي الاخر، طالما العميل اتبسط احنا كمان مبسوطين. لو البريسيت دي عاجبه الناس اللي بتشتغل معاك في الاستوديو والدنيا تمام تمام. بس دي ملهاش علاقه، احنا زي ما بنقول كده، في في ناس بنقول بتيجي معاهم كده، مم. وتلاقيه بيطلع مثلا اغنيه حلوه او اعلان حلو، وخمسه سته سبعه تانيين مش حلوين. مم. وفي ناس لما بتيجي سيرتهم بيقول لك اه ده مهندس صوت بجد، منين ما ايوه تودي صح. له الشغل مهما كان فيه مشكله بيعرف يحلها، وبيعرف يطلع لك الشغل بالمستوى اللي هو متعود يطلع الشغل بيه وينزله بيه. علشان تبقى ده بقى البريسيت مش طريقك خالص. يعني ما تبقاش حافظ مش فاهم، ده قصد حضرتك، يعني ده بالظبط. حافظ انما انت لو فاهم مش هتستخدم بريسيت. بالظبط.